ازاي تخس 100 كيلو من غير ما يحصل لك ترهلات؟ ده في الجنه ان شاء الله. كده كده طالما هتخسوا رقم كبير هيحصل ترهلات، بس الذكاء والشطاره ان انتوا تخسوا بنسبه ترهلات قليله قوي. في الفيديو ده هقول لكم على الحاجات اللي كان نفسي حد يقولها لي من 13 سنه في بدايه رحلتي وانا بخس 80 كيلو، واوعدكم ان انتوا لو ركزتوا في الكام نقطه دول وطبقتوهم، خصوصا اخر نقطه، هتحسنوا جدا من شكل جلدكم وهتبقوا راضيين عن جسمكم. اول نقطه، بلاش تخسوا عن طريق العمليات، لانك ببساطه مش بتتحكم في الريتم بتاع نزولك، فبالتالي حجم الترهلات هيبقى اكتر بكتير لو خسيت من غير عمليه. وده ياخدنا للنقطه الثانيه، بلاش تخس رقم كبير في وقت قصير. رقم 3، لازم نهتم جدا بالبروتين انتيك بتاعنا، ما يقلش عن 2.2 من كل كيلو جرام من جسمنا. رقم 4، ان انتوا تشيلوا حديد، ده مش اختياري لو فعلا عايزين تشدوا جلدكم. رقم 5، نهتم بالتفاصيل اللي انت شايفها صغيره بس في الحقيقه هي مهمه جدا. لازم نعرض جسمنا للشمس، وضروري جدا نهتم بفيتامين سي وفيتامين دي وفيتامين اي، وطبعا نهتم بالميه والنوم. اخر واهم نقطه بالنسبه لي في الموضوع ده بالذات، لازم نفسكم يبقى طويل، ولازم تستمروا على النقط دي لفترات طويله. فمن الاخر الاستمراريه هي اهم حاجه. انتوا ممكن تخسوا رقم كبير في وقت قصير، بس مستحيل تتفادوا الترهلات لو كنتوا مستعجلين. خليكم عارفين ان ربنا خلقنا طماعين. ممكن دلوقتي تبقوا باصين تحت رجليكم وعايزين تخسوا وخلاص، بس صدقوني انا جاي لكم من هناك. لما هتخسوا هتهتموا جدا بموضوع الترهلات ده، وهيبقى هو اهم حاجه بالنسبه لكم اكتر من الخسسان. على العموم لو عايزين تخسوا بشكل صح وتقللوا من شكل الترهلات، ابعتوا لي رساله فيها كلمه اونلاين وانا هبعت لكم كل التفاصيل. انا مشيت الطريق ده من اكتر من 13 سنه ومعايا المفتاح.